السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل لكم حاجة حلوة وسهلة وسريعة ومقاديرها موجودة عندنا في كل بيت. وهي ايه الحاجة الحلوة؟ القطايف. عندنا المقادير: كوبايتين مية، وكوبايتين دقيق، ومعلقة سكر، ومعلقة لبن بودر، ومعلقة خميرة صغيرة، وسنة ملح. جبنا الخلاط الجميل بتاعنا وحطينا كوباية مية، وهنحط كوباية دقيق. نحط السوائل من تحت الاول عشان الخلاط كده يشتغل ايه ويبقى جميل. نحط كوبايه الميه التانية، نحط كوبايه الدقيق، معانا بقى لبن البودر والسكر والخميره وسنه الملح. هنشغل الخلاط. بعد ما نضرب كويس جبنا الشفشق والمصفى وهنصفي الخليط. صفيه اهو، غطينا الشفشق عشان يخمر بقى، بيقعد نص ساعه. وهنجيب ايه الحله بتاعتنا، ونجيب السكر والكوبايه اللي هنعمل بها المعيار بتاع الشربات، لان هنعمل لكم صينيه كنافه بالمهلبيه ان شاء الله. حله هنحط فيها 3 كوبايات سكر وكوبايتين ميه. كده حطينا الثلاث كوبايات، كوبايتين الميه. نحط السكر الاول والميه من فوقيه. نحطها من حوالين جوانب الحله كده، عشان لو في سكر واقع مننا غصب عننا ينزل، عشان الشربات ما يسكرش. الشربات ده الشربات التقيل اللي هو بتاع الكنافه والجلاش. وهنحط عصير ليمونه. انا ما بقلبش الشربات، انا بحط كل حاجه وارفعه على النار، بيقعد ربع ساعه وبعد كده انزله يبرد. بعد كده جبت الكنافه ونص كوبايه سمنه، وده نص كيلو كنافه. فككتها كده بالسمنه اهي في بعضها، السمنه على الكنافه، واظبطها واقطعها واجيب الصينيه وارصها فيها. اول رق رصيته علشان هنعمل المهلبيه ونحطها في النص، وبعد كده نحط عليها رق تاني. ندوس عليها كويس تبقى متماسكه في بعضها عشان المهلبيه لما نحطها. جبنا كسرونه وخدنا فيها كوبايتين لبن، لبن بلدي جميل. وحطينا معلقتين نشا في الكوبايه وقلبناهم. كل كوبايه لبن ليها معلقه نشا كبيره. نقلبها بالمضرب. نقلب كويس عشان ما تكلكعش مننا. بصوا قوام المهلبيه جميل ازاي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. انا ما بحط لها السكر لان هضيف شربات على الكنافه، فينفعش سكر مع الشربات، هتبقى مسكره قوي. نفرد المهلبيه كويس، ما نجيش ناحيه الجوانب عشان ما تتحرقش مننا. نحاول نبعد عن جوانب الصينيه. نسويها. هنجيب المكسرات: سوداني، جوز الهند، زبيب، فستق. بعد كده هنجيب رق الكنافه التاني نفرده عليها بالراحه خالص. نسوي الصينيه بالراحه. ندخلها الفرن ونطلعها نسقيها شربات ونغطيها. جبنا طاسة ومسحناها بمنديل فيه نقطة زيت. كده الكنافة القطايف بتاعتنا خمرت. نحطها في طاسة على نار متوسطة. خمرت ما شاء الله كويس، وريحتها طلعت كده وعملت فقاقيع من على الوش القطايف. النجاح بتاعها بصوا الفقاقيع، سر النجاح. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. لازم نسيبها كده تختمر براحتها كده وتريح. خدت معانا نص ساعة. جبنا دور تاني اهو.
عايزة تعمليها بقى كبيرة براحتك، عايزة تعمليها صغيرة قطايف عصافير براحتك. واحنا معانا بقى ايه الحشو بتاعها برضو مكسرات. بصوا لونها ذهبي جميلة، بصوا ما شاء الله تحفة. وعملنا كريمة، هنعمل معاكم قطايف بالكريمة. كنا عملنا لكم فيديو الكريمة قبل كده لما كنا عاملين الحاجة الحلوة اللي بالجيلي، ما حبيناش نطول عليكم يعني ونعمل الكريمة تاني. وعندنا بقى فراولة في التلاجة، وعندنا فورماسي، يعني هنزوق كده نعمل اشكال. طبعا الشربات دلوقتي طفينا عليه وحطينا يبرد. اهي طلعناها على فوطة نظيفة، بسم الله ما شاء الله، شوف شكلها نظيف وجميل ازاي. بنفردها عن بعضها عشان ما تلزقش في بعضها. جبناها اهي، نحشيها ونقفلها كويس. تقفليها كويس عشان ما تفتحش منك في الزيت وتبهدل الدنيا، اهم حاجة تقفيلها. والعجينة طرية وهشة وجميلة، سفنج كده ما شاء الله. هحشي معاكم كام واحدة وبعدين اخلص بقية الكمية. دلوقتي احنا حاطين الطاسة على النار وموطيين عليها وحاطين فيها الزيت اللي هنحمر بيه القطايف. بدأنا نحطها في الطاسة اهيت كلها ما شاء الله. ولا واحدة فتحت في الزيت اهو ولا اي حاجة، عشان احنا مقفلينها كويس. طلعها على طبق. ما تنسوش بقى لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكل حاجة حلوة. ترش عليها بقى شربات كده بالمعلقة براحتك، تغطسيها في قلب الشربات زي ما انت عايزة. انا رشيت عليها ودي بحطيتها في الشربات اهي. نزلها وطلعها براحتك على حسب رغبتك. دي عملت معانا المقادير دي عملت معانا كيلو الا ربع، عملت معانا 750 كده. القطايف اللي قليناها في الزيت وسقيناها بالشربات، ودي الكنافة بالمهلبية، ودي تنيناها نص تانية كده وحشينا فيها الكريم شانتيه وفراولة من التلاجة وفورماسيه. وبالهنا والشفا يا حبايب قلبي.